مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا وطعمها خطير جدا، هتعجبكم. وصفة سهلة وبسيطة لكن طعمها تحفة بجد. وشوفوا شكلها جميل جدا ازاي، بتتاكل مع الرز جميلة جدا. وشوفوا شكلها. وصفة جميلة جدا بصراحة، وكل اللي هيجربها هتعجبه. ويلا بقى بينا نبدأ في الوصفة. المقادير معايا: بصلة، بطاطساية، جزراية، 2 فلفل ألوان، ونص كوباية فول صويا نقعاها لمدة ساعة وصفتها من المية. طبعا البصلة والفلفل هقطعهم مكعبات صغيرة، والبطاطساية والجزراية بشرتهم على المبشرة. أنا بشرتهم على العيون الضيقة عشان تستوي بسرعة. عادي ممكن تبشرهم على العيون الضيقة أو العيون الواسعة. وبعدين بروح عند البوتاجاز، طاسة فيها معلقتين كبار من الزيت، وبنزل بالبصلاية. انا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف تحت الفيديو. بقلب في البصلة لحد ما تدبل. اول ما البصلة دبلت معانا بنزل بالفلفل. اي انواع فلفل موجودة عندك هتنفع معاك، واي خضار حابة تحطيه برضو كمان غير اللي احنا حطيناه ممكن تحطيه. قلبت كده لحد ما الفلفل خد تشويحة معانا، وبعد كده بنزل بالبطاطس المبشورة والجزر المبشور، واقلب. وبعدين على طول بنزل بفول الصويا. ممكن تحط مكان فول الصويا لو مش حباه مشروم او بسلة او اي خضار موجود عندك. يعني ممكن تستبدلي اي حاجة وتحطي حاجة تانية تكونش بتحبيها. واقلبهم، وعلى طول بنزل بعد ما بخلص اللي حطيت كده فول الصويا كله. بقلبهم، وبعدين بنزل على طول بالملح، معلقة صغيرة من الملح. واقلب. وبعدين معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود. احنا بننزل على طول بالملح عشان البطاطس المبشورة والجزر المبشور ما يلزقوش مننا في الطاسة، فبننزل على طول بالملح عشان تنزل مية وبتستوي معانا وبتتخلى بسرعة وتتقلب بالشكل ده. بقلبهم لمدة دقيقتين وبطفي عليهم. اول ما تحس ان هم استووا. كده تمام، خلصت معانا. بنجيب كوسة حسب الكمية اللي انت حابة تعمليها. بالنسبة لي كان 4 كويسين جدا. ببشرهم على المبشرة بتاعة الشيبسي او المبشرة العادية بتاعة تقشير البطاطس اللي انا وريتها لكم دلوقتي. بنبشرهم عليهم بالشكل ده. بتبقى رفيعة جدا وكلهم مقاس واحد. يبقى بنعمل على مبشرة الشيبسي او المبشرة العادية بتاعة تقشير البطاطس. هعمل واحدة كمان اوريكم قد ايه هي سهلة جدا وبتتبشر بكل سهولة.
او ممكن كمان تعمليها بالسكينه بالشكل ده. 3 طرق ان انت تقطعيها بيها، بتبقى رفيعه جدا. بعد ما عملتهم كلهم بالشكل ده، بجيب الصينيه بتاعتي وبجيب الحشوه، وباخد معلقه كبيره كده وبلمها بايدي. على فكره هي البطاطس لما فيها نشويات فبتدي تماسك للحشوه، يعني هتبقى متماسكه معاك. وبجيب شرايح الكوسه بالشكل ده وبلفها، واجي عند كل واحده بلف التانية عليها بالشكل ده وبحطها على طول في الصينيه. طبعا احنا لما بنحط واحده جنب واحده بيبقوا متماسكين مع بعض، يعني اول واحده ممكن تحطيها تفك منك، لكن تحطي التانية جنبها هتبقى متماسكه. بعمل واحده كمان بالشكل ده، كل اخرها بحط التانية قدامها، اخر اللفه بحط التانية قدامها بالشكل ده، وبشيلها واحطها على طول في الصينيه. واحده كمان بحط 3 شرايح من الكوس. بعد ما خلصتهم بالشكل ده كده، بجيب معلقتين كبار من صلصة الطماطم او معجون الطماطم واحط عليهم مكعب مرقة خضار، ومعلقة كبيرة من البابريكا، ومعلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة كبيرة من الزيت. طبعا احنا مش بنحط ملح عشان انا حطيت مكعب مرقة الخضار بيبقى فيه ملح فمش هنحط ملح. وبحط عليهم نص كوباية من المية. بعد ما ادوب كل حاجة كده واحط عليهم نص كوباية المية، برجع احط على الوش كده حبة صغيرين من الصلصة عشان تدي لون في التسوية من الوش. وبعدين باقي الصلصه بحطها من تحت في الصينيه من الفراغات كده، وابتدي ايه احط الصلصه. وبعدين بغطيها بورق زبده وفوقيه ورق فويل بالشكل ده وبدخلها الفرن، وبحطها لحد ما الكوسه تستوي. بشيل الورق واديها وش من فوق واولع الشوايه واديها وش من فوق بالشكل ده كده. يعني احنا بنحطها في الفرن، وبعدين اول ما بتستوي الكوسه كويس بنروح شايلين الورق بتاع الفويل، وبعدين بنديها وش من فوق بتطلع معانا بالشكل ده مع الرز طبعا، وبنقدمها. طعمها جميل جدا، وصفة شكلها حلو وكمان مميزة وبسيطة. وكده معانا وجبة غدا متكاملة. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناة يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان ينزل له كل فيديوهات الجديدة. وإذا عجبكم الفيديو لايك للفيديو وشير للفيديو.